من فترة كده كنت واقف في لوكيشن تصوير والدنيا طبيعي والممثلين جاهزين والكاميرات جاهزة والمخرج مستني يبدأ، وفجأة التصوير وقف. مش دقيقة بقى ولا اتنين، وقف خالص. ساعتها كنت متوقع إن المشكلة ممكن مثلا تكون من الممثل في الكاميرا أو حتى في المخرج، بس اتفاجئت إن الشخص اللي الموقع كله مستنيه محدش يعرفه أصلا. ولما المشكلة اتحلت التصوير كمل عادي والمشهد نزل على الشاشة والمشاهدين شافوه عادي. في اليوم ده فهمت حاجة مهمة جدا، إن الأفلام والمسلسلات مش بيصنعها اللي قدام الكاميرا بس، في أبطال حقيقيين ورا الكاميرا، أسماء بتعدي على التتر في ثواني لكن من غيرهم أعمال كاملة ممكن متعملش أصلا. أنا مصطفى العدوي، بقالي أكتر من 5 سنين شغال في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي. اشتغلت في أعمال مهمة زي رسالة الإمام وعمر أفندي وحكاية نرجس مثلا، وعشان كده عملت تيك 99. وفي الفيديوهات الجاية هعرفكم مين هم الناس دي وإيه الحكايات اللي عمر الجمهور ما سمعها، لأن ورا كل اسم في التتر في قصة، وأنا المفروض أحكي لكم القصة. استنوني بقى عشان تعرفوا القصص الجاية. هستناكم في الكومنتات تقولوا لي إيه أكتر وظيفة تتر تشوفوها ومش عارفين الناس دي بتعمل إيه.